السلام عليكم أعزائي متابعي مطبخ أكلاتي. اليوم حبيت أقدم لكم طبق القرنابيط المشوي مع الصلصة. المكونات المطلوبة: رأس قرنابيط متوسط الحجم مقطع على شكل وردات، البقسم والماء، نشا، فلفل حار، ثوم مجفف، بابريكا، بهارات مشكلة، كمون، فلفل أحمر والملح وزيت الزيتون. أول خطوة نسلق القرنابيط بمقدار كوب ماء، ثم نتركه يبرد لنحضر خليط اللي حنلوث به القرنابيط. بصينية الفرن المفروشة بورق الزبدة نبدي نصفط القرنابيط الملوث بالخليط مالتنا ونضعه بفرن مسخن مسبقا لمدة 30 دقيقة أو إلى أن يحمر. وهسه حنحضر الصلصة اللي متكونة من الراشي واللبن وعصير الحامض والملح، وإذا شفتوها ثخينة شوية تخففوها بالمي. وهسه بعد ما حمر وصار شكله ذهبي حلو طلعناه من الفرن ويقدم ساخنا مع الصلصة، وإن شاء الله يعجبكم وبألف عافية.